من المغرب. إذا موقف المغرب، كيف أتى موقف المغرب من التطورات والأزمة في النيجر؟ مجموعة الإكواس على سبيل المثال رأت أن الحل لابد أن يكون تدخل عسكري من طرفها. هل يدعم المغرب هذا الحل أم يستبعده؟ بداية ينبغي أن أشير إلى أن ما يقع في النيجر هو أمر خطير على عدة اعتبارات، سواء على المستوى الداخلي باعتباره يعني يكرس منطق السلطة الأحادية، أو يكرس يعني عودة الانقلابات إلى قلب القارة الإفريقية من جهة، وتجاوز منطق التداول السلمي للسلطة، وأيضا على المستوى الإقليمي باعتبار أن ما يجري في نيجيريا في حال لا قدر الله لم يتم تدارك الأمر والبحث عن سبل يعني كفيلة بوقف تداعياته، على الأقل عدم تحول الأمور إلى عمل عسكري، بكل تأكيد ستطال دول الجوار ومنها الدول المغاربية على وجه الخصوص. أيضا لا ننسى بأن ثمة أيضا توقعات دولية مع الأسف تحرض هذا الطرف أو ذاك، وتحركها هواجس يعني مصلحية استراتيجية أكثر مما تحركها هواجس مرتبطة بإعادة الشرعية إلى هذا البلد الإفريقي. طبعا موقف المغرب وهو موقف طبعا يتماشى مع مواقف في مثل هذه الحالات. طبعا هو لم يكن متسرعا ولم يطلق يعني مواقف مرتبطة بالتوقع خلف هذا الطرف أو ذاك، خصوصا وأن الأمور لا زالت يعني مرتبكة، ولا زالت حقيقة الوضع يعني معقد للغاية كما قلت، تتداخل فيه اعتبارات إقليمية ودولية. ولكن في نفس الوقت سبق للمغرب أن أعلن على أنه يتمنى أو يأمل في أن تأخذ القوى الحية داخل هذا البلد الإفريقي زمام الأمور، وتتجاوز هذا الصراع وتبحث عن حل بأقل كلفة، خصوصا كما قلت بأن المغرب كما هو الشأن بالنسبة للبلدان المغاربية معني بهذه التحولات على عدة مستويات. وأعتقد بأن الأمور الآن يعني رغم التوتر الذي يظهر، فكلما حقيقة تم تأجيل عدم القيام بالعمل العسكري أو عدم تحول الأمور إلى عمل عسكري، فهي تعطي قدرا من الأمل فيما يتعلق بدخول بعض القوى الدولية والإقليمية للعب أدوار مرتبطة بالبحث عن حلول سلمية تبحث عن حلول بأقل كلفة ممكن. جديد دكتور إدريس، ربما تبتعد المغرب، يعني هناك ابتعاد عن حدود النيجر، ولكنها هي الدولة الأقرب تقريبا لأوروبا. كيف استعد في بداية المغرب ربما لمزيد من موجات تدفق المهاجرين غير الشرعيين المحتملة بعد أزمة النيجر؟ وفي شق آخر، هل تم الحديث أو تم الإعلان عن أي حديث كان يعني قد حدث بين الملك والمجلس العسكري في النيجر أو معارضي هذا المجلس؟ فعلا يعني ما يجري في النيجر حقيقة أنه يسائل المنطقة المغاربية، سواء تعلق الأمر بالدول المحاذية أو الدول التي هي قريبة من هذا الفضاء الذي جرى فيه الانقلاب. واعتقد بان هناك كثير من التحديات والمخاطر العابره للحدود التي يمكن ان تنجم عن تعقد الوضع الامني داخل هذا البلد الذي ما زال يعاني من مجموعه من الاشكالات الاجتماعيه والاقتصاديه والامنيه، والتي تجعل اي مجازفه بالعمل العسكري او تطور الامور الى ما لا يحمد عقباه اعتقد بانها ستمس المنطقه المغربيه، لانه نعرف بان جماعات الارهابيه تنتعش داخل الفضاءات التي تفتقر الى السلطه المركزيه والى التغطيه الامنيه. نفس الشيء بالنسبه للهجره التي تنتعش، سواء تعلق الامر بالهجره، خصوصا وان هذه المنطقه معروفه بكونها تصدر الهجره حتى في اللحظات او في الاوقات العاديه، فما بالك بالاوقات العصيبه المأزومه التي تظهر فيها ما يسمى بالهجره القسريه، ثم كذلك شبكات الاتجار بالبشر والاسلحه الى غير ذلك. فالمنطقه المغاربيه بحكم يعني محاذاتها للضفه الجنوبيه للمتوسط ستكون يعني حقيقه يعني منفتحه على هذه التحديات المرتبطه بالهجره. وطبعا المغرب كما هو معروف راكم تجربه مهمه جدا على مستوى التعاطي مع موضوع الهجره من منظور شمولي،
وقام بمجموعة من الجهود في هذا الخصوص، سواء في إطار التعاون الإقليمي أو في إطار يعني مجموعة من التدابير الداخلية. ولكن أعتقد بأنه اليوم لا قدر الله إذا ما خرجت الأمور عن نطاق التحكم كما قلت، بكل تأكيد سوف يعني تمثل ثقلا أو تمثل ضغطا على المغرب الذي كما قلت هو في موقع يعني محاذي لإسبانيا، وهذا بطبيعة الحال يعني يجعله معني كما قلت في هذه التبعات. بالنسبة للموقف الرسمي كما قلت منذ البداية وانسجاما مع يعني السياسة الخارجية المغربية التي لا تريد أو لا تنأى بنفسها عن التوقعات المتسرعة، خصوصا وأننا في وضع حرج وحساس لا يحتمل يعني التموقع خلف هذا الطرف بالتحريض أو الطرف الآخر بصورة قد تدعم أو تعزز الصراع. ولكن بكل تأكيد ستكون هناك مواقف انسجاما مع التوجهات الدولية وانسجاما كذلك مع مصالح المغرب ومصالح المنطقة. وحقيقة أن ربما المنطقة المغاربية لم تستفيد من ما جرى في الأزمة المالية في السابق، وكنا أمام مواقف متباينة، ونفس الشيء يبدو الآن كذلك نحن أمام مواقف مغاربية متباينة بالصورة التي يمكنها أن تكون لها يعني نتائج سلبية على المنطقة. نعم.